هاد مجبد العينين سميتو يوهان، وتنشوفو هو تيتقدى في الخضره من السوق وباين عليه فرحان ومستمتع وهو كيعزل. ملي سالم مشى عند جدو وجداه اللي عايش معاهم وخدامين في واحد المطعم ودار لهم التقديه اللي محتاجينها. جدو قال لي صافي جبتي التقديه ويلا سير دابا المدرسه تقرا. قال له يوهان اليوم المدير تزادت عنده حفيده وعطى المدرسه كامله عطله هاد النهار. الله على مدير، انا باقي كنعقل المدير تاع المدرسه دار كسيده وجاب لومبيلونس باش يقول لنا ما تغيبوش. ما علينا. جدو سمع ديك الهضره وخلاه يبقى معاهم باش يعاونهم. بان عليه بلا كيبغي الطبخ بزاف وكيستمتع وهو كيطيب معاهم. واحد شويه من المحل اللي خدامين فيه جاو كلا الماكله ديالهم وقال لهم الماكله ديالكم زوينه بزاف، لكن للاسف غادي نتحرم منها حيت غادي تخرجوا من المحل بسبب ما خلصتوش الكرات من شهور هادي. وبسبب هاد الهضره جدو الحاله الصحيه ديالو تدهورات وهو يطيح وداوه للسبيطار. يوهان ملي شاف الحاله اللي ولاو فيها ولا تجيه القرايه موفي زافير وقال لجداه بلا غيخرج منها ويمشي يخدم. جداه ما بغاتش حيت جدو باغي يكمل قرايته باش يشوفوه في الجامعه العام الجاي. وهما كيهضروا ضرب يوهان على التلفازه لقى فيها واحد الاعلان تاع الطبخ واللي مقدمه واحد ختنا سميتها شان. الوظيفه ديالها تذوق الماكله وتقيمه، وقالت لهم بلا المسابقه مفتوحه لاي واحد حاس براسو موهوب في الطبخ، واللي ربح في هذه المسابقه غادي يتنافس مع هانوي واللي كان اشهر وامهر طباخ في الصين. ولا ربحتيه حتى هو غادي تاخذ جائزه $1,000,000 حلالا طيبه. مشى يوهان قصد الصندوق تاعو ديال الفلوس وهو يجبد منها كاع الفلوس اللي كان جامع، ولقى بلا الفلوس ما كفاوش وخصو باقي باش يكمل المصروف. جداتو ملي شافتو عنده هدف وباغي يحققه غامرات معاهم، مشات لواحد الفلوس كانوا خازنينهم ليه باش ملي يطلع للجامعه يلقى المصروف تاع التسجيل ديالو، وعطاتهم ليه باش يكمل الفلوس ديال الرحله. قال لها علاش ما خلصتوش فلوس الكرا من شحال هادي؟ قالت ليه اصلا هادو ما غاديش يكفاو باش نخلصوا 8 شهور تاع الكرا كامله. قالت ليه هو عاده باش يمشي ويدير ما في جهده باش يربح المسابقه ويحقق الحلم ديالو. نهار اللي من بعدو مشى يوهان قصد البلاصه اللي فيها المسابقه. ملي وصل تما تفاجئ بالمناظر والمباني العاليين في ديك المدينه وقال مع راسو هادو هما اللي عايشين حنا غا حيين. بقى مسخوط كيدور ويتمنظر حتى فاتو الوقت تاع المسابقه، وملي تفكرها مشى كيجري للبلاصه فين كاينه. دخل وتلاقى مع واحد الموظفه وقال ليها بلا باغي تسجل. قالت ليه للاسف تسالى التسجيل حيت المسابقه بدات. مشات ديك الموظفه وبدات تعيط الاسماء تاع المشاركين في ديك المسابقه. وملي وصلت لواحد خونا سميتو ديمتري بان بلا ما كانش تما وخدا يوهان الفرصه وهز يديه بلا هو ديمتري، وبدا المسابقه بسميت ديمتري. المسابقه الاولى كانت على شكل بيضه، كل واحد يطيبها بالطريقه ديالو ويشوفوا كل واحد كيفاش غادي يتفنن فيها. يوهان بغى يبدا يطيب ساعه البوطه كانت ما خداماش عيا معاها والو. تما مشى وجاب الوراق شعلهم وديبانا الموقف وهو يطيب بيضه بالطريقه التقليديه ديالو. ذاقوا الحكام البيضه اللي قاد وقالوا ليه بلا المذاق ديالها بنين بزاف وفرح ملي تقبل. وبالليل تنشوفوا شان وهي مع هانوي وتنعرفوا بلا مخطوبين. نهار اللي من بعدو صونا يوهان لجداه وسولها كيف دايره الصحه ديال جدو وقال ليها بلا تاهل لمرحله جديده من المسابقه. من وراها الطبيب عيط عليها وقال ليها تدي الجد للدار باش يدوز الايام ديالو الاخرين في الدار. من بعدها تتبدا المسابقه تاع الطبخ واللي كانوا منقسمين فيها المجموعات وتعرف يوهان على المجموعه ديالو. تفاجئوا ملي عرفوا بلا من بين كاع هاد العدد تاع المتسابقين غادي يختاروا غير 4 المجموعات منهم. بدات المسابقه الثانيه وكل شيء داير ما في جهده وعاطي كاع اللي عنده باش يتاهلوا للمرحله الجايه. المجموعه تاع يوهان كانوا داروا واحد الطبق تاع اللحم، وملي ذاقوا يوهان لقاه بلا مثالي وما خاصو حتى حاجه، لكن وحده معاهم في الفريق جابت واحد الصوص وبغات تحطها فوق اللحم. قال لها يوهان انت اش كديري؟ قالت لي غا باغا نزيد لاصوص. قال لها حط ديك لاصوص وخلي اللحم كيما هو راه ما خاصو والو. لكن ديك ختنا راسها قاصح ومشات حتى بغات تخوي فوق اللحم وهو عرض يوهان يديه وحرقاتو ديك لاصوص. عنده الزهر كان الوقت سالى ديك الساعه. جات اللجنه وهي تبدا المرحله تاع التذوق، وملي ذاقوا اللحم تاع الفريق ديال يوهان لقاوه معتبر وما خاصو والو. ملي سالات المسابقه مشى يوهان واستغل الماكله اللي شاطت من المسابقه وطيبها لصحابو اللي معاه ياكلوها. شان كانت دايزه وحتى هي عطاها واحد التبصيل تذوق الماكله. ملي ذاقت الماكله ديالو جاتها عجب حيت فايت ليها ذاقت بحال هاد الماكله قبل 15 عام. وهذا الشيء كان اول مره ملي تلاقات مع هانوي اول مره في المطعم ديالو، وديك الساعه كان معاه واحد الدري ولدو صغير وكيعاونو في الطبخ. شافت شان في يوهان وبقات شاكه بلا هذا هو ولدو اللي كان معاه 15 عام قبل، وكلفات واحد خونا باش يعرف كاع المعلومات على المشارك ديمتري اللي هو يوهان وعطاتو التصويره ديالو. النهار اللي من بعدو يوهان صونا على جدو وسولو كي بقات الحاله ديالو وقال ليه بلا هو غير خارج في واحد الرحله مع صحابو. مشاو دوك 4 المجموعات اللي تاهلوا باش يشاركوا في المسابقه ولقاو اللجنه حاطين ليهم فلوس باش يشريو بها المقادير اللي خاصهم. ملي بدات المسابقه بان بلا ديك البنت وواحد اخر في المجموعه ديال يوهان ما كانوش متفقين على الطبق اللي غادي يقادو، اتفقوا باش كل واحد فيهم ياخذ فلوسه ويقاد الاكله اللي باغي. اما واحد المستاج معاهم قال يوهان حنا ما رابحينش اللهم ناخذ هاد الفلوس ونزيد نزها بهم. خدا حتى هو الجزء ديالو من الفلوس وهو يمشي. يوهان
شاف راسو بقى غب وحده في المجموعه وقرر حتى هو باش ياخذ الفلوس ورجع عند جدو باش يخلص الكرا اللي عليهم. وفي المطار وهو تيتسنى في الطياره شاف التلفازه هانوي وهو كيعاود في المعاناه ديالو كيفاش ولا طباخ مشهور من والو. يوهان ملي سمع القصه ديالو تحمس ومشى بالزربه يرجع للمسابقه باش يكملها. ملي وصل تما لقى اللي معاه في المجموعه كل واحد فيهم قاد الطبق ديالو وذوقوه منه. قال لهم المذاق ديالهم زوين لكن ما يمكنش يتقدموا في طبق واحد للحكام. ودوك جوج تاني بداو مناقشين ونوضوها تما حتى تحرقات لهم الماكله وتلاحت لهم تما وخسرات. والمشكل الوقت ما كانش كافي. شويه تبان داك الموستاج راجع وهاز معاه التقضيه. فرحوا حيت غادي يلقاو باش يديبانيو. ملي جاو يشوفوا ديك التقضيه لقاوه شاري الحوايج وجايبهم للمسابقه. اودي الموستاج كيبقى موستاج. يوهان دور عينيه وبان ليه تما الروز والخضره وقال لهم صافي لقيت الحل. بداو كيطيبوا ويلاقيو من هنا ومن لهيه شويه الروز شويه د اللحم من وراها قاد واحد لاصوص وطلع حار بزاف في الاخر. لكن واش غادي يخليه حار؟ اللح. بالزربه جبد التفاح قطعو طراف زاد معاه شويه ديال المكونات هو يقاد صوص اخرى احسن من اللي قبلها. تسالى الوقت وجا الوقت تاع التذوق. ملي وصلت النوبه تاع المجموعه ديال يوهان عجبهم الطبق ديالو وخصوصا ديك الصوص اللي قاد يوهان في الاخر حيت عطات واحد المذاق زوين للطبق ديالو. حاروا بين جوج تاع المجموعات، المجموعه تاع يوهان وواحد المجموعه اخرى. واحد من الحكام قال لهم الطباخ الماهر هو اللي كيقدر يطيب ماكله بنينه باقل المكونات ويقدر يصنع بهم العجب، والمجموعه اللي وفرات اكبر قدر تاع الفلوس اللي عطيناها غادي تتاهل. يوهان تفكر فلوسه اللي باقي ما خسرهمش ومشى كيجري للصاك ديالو وجبدهم وتم تعلن بلا الفريق تاع يوهان هو اللي رابح حيت المجموعه الاخرى صرفوا كاع الفلوس اللي كانوا عندهم. فرحوا بزاف حيت تاهلوا والمجموعه تاع يوهان هزوه فرحانين حيت بسببه هما دابا في النهائي، والنهائي غادي يتنافسوا فيه بربعه على شكون غادي يواجه هانوي. ويوهان كيتقدى في السوق تلاقى مع هانوي تما وبداو كيهضروا وشاف الحريق اللي في الايد تاع يوهان قال ليه والو غير شي حادث بسيط وصافي. قال ليه هكا الخرقوم وديرو دقه بطله غادي يحيد لك الحريق. قال ليه يوهان فكرتيني غير في جدي هاد اللعيبه كيديروا وقت ما تحرقت ولا طرات ليا شي حاجه. تما هانوي قال ليه نتشوفوا في النهائي وهو يمشي. النهار اللي من بعدو بدات المسابقه بين يوهان وصحابه وطلبوا منهم باش يطيبوا سباكيتي بالطريقه ديالهم. كلهم بداو كيطيبوا فيها الا يوهان اللي ما كانت عنده حتى شي فكره على كيفاش يطيب سباكيتي. كاع اللي كاينين تما تفاجئوا حيت يوهان واقف في بلاصتو وما كيدير والو. شويه تفكر ملي كان باقي صغير وجدو كان كيدير ليه سباكيتي بواحد الطريقه عمرو شاف بحالها من داك الوقت واللي كانت على شكل ورده. وبدا الطبخ ديالو وكيطيب باحترافيه كبيره ومساله الطبق ديالو حتى لاخر لحظه. شام بدات تدور عليهم تذوق الاطباق ديالهم وتعطي الراي ديالها حتى وصلت لعند يوهان اللي لقاتو موجد سباكيتي بطريقه مختلفه عمرها شافتها من قبل. قالت لي راه قلنا لكم طيبوا سباكيتي ماشي هاد الشيء. قال ليها راه هذيك سباكيتي غادوقي ورد عليا الخبار. مع ذاقت من داك الطبق ما عرفات باش تبلات حتى واحد المذاق انا وذقته من ورا البيسي. مع سرطات الدغمه مع علنات الفوز تاع يوهان وغادي يتنافس مع هانوي في النهائي واللي كان تيتفرج في يوهان وكيقول بلا خايف لا يغلبوا في النهائي وكيضحك. وتنشوفوا شان جاته واحد الابيل من عند الشخص اللي كلفاتو يجيب ليها المعلومات تاع ديميتري وقال ليها بلا هذاك ماشي ديميتري وبلا هو تلاقى مع ديميتري الحقيقي هذاك غمزيف. وشافت شان في يوهان وتاكدات بلا هو ولد هانوي ورجع بها الزمن اللور وتفكرات من عرضات على هانوي باش يشارك في واحد المسابقه تاع الطبخ. وبات هانوي ديك الساعه ما كانش باغي يشارك في شي مسابقه حيت غادي يخليهم ويخلي حتى ولدو يسافر. وملي كان هانوي مصمم باش يشارك قرر باه باش عمرو باقي غيهضر معاه مره اخرى. هانوي ملي مشى يشارك كان المسابقه اللي شارك فيها كيربح حتى الشهر. واحد النهار يوهان كان كيتفرج في التلفازه في هانوي وهو كيطيب ملي جا باش يقلدو صدق شاع العافيه في الدار كامله. بالزربه مشى لجد وهز يوهان وداه للسبيطار ومشاو هو يصوني على هانوي باش يقول ليه على الحاله ديال ولدو. لكن ديك الساعه شان اللي جاوباتو وقالت ليه بلا هانوي دابا مشارك في واحد المسابقه ملي غادي يسالي غادي نقول ليه يصوني عليك. تعصب الجد وقال ليها صافي قولي ليه راه ولدك مات وما عمرو باقي يسول ولا يجي لعندي للدار. ملي ساق هانوي الخبار بقى فيه الحال حيت من الولد الوحيد اللي عنده. وتنشوفوا شان قررت تمشي وتزور الجد في السبيطار هي براسها حيت كان مريض تاني. مع شافها الجد ناض من بلاصتو من تما ومشى في حاله وما حاملش يشوف فيها. وهو غادي تيتمشى شاف يوهان في برنامج تاع الطبخ في التلفازه ما فهم والو وعرف بلا كان غير كيكذب عليه. وصلت الجده وطفات التلفازه وحاولت ترجعو للغرفه ديالو. تعصب وما كانش باغي يدوي لكن شان قالت ليه بلا يوهان وباه غادي يتنافسوا في النهائي وبغاتو يسافر معاه لتما ويحضر ليهم. غوت عليها وقال ليها انت اصلا هي السبب تمشى هانوي من هنايا وقال ليها خرج عليا من هنا. الجده قالت لها غادي ديري لي خاطر وما تزيديش تعيي حيت راه وصل الايام ديالو الاخرى. شان مشات للبيرو ديالها وطلبات من يوهان يجي عندها للمكتب. قالت ليه بلا هي عرفات بلا هو ماشي ديميتري. طلب منها السماحه وقال لها بلا كان ضروري منه يدخل المسابقه حيت خصو يعتق المطعم تاع جدو حيت كان غادي يتسد.
قالت لي انا ما بغيتكش في هذا الشيء، وجلسات معاه وشرحات لي اش كاين وبلا هانوي هو باه. تعصب يوهان ومشى صونا لجدو وقال لي علاش درتي لي هكا وحرمتيني من با. قال ليه جدو بلا باك اصلا تخلى عليك بسبب الطمع ديالو في الشهره والفلوس. تما يوهان فشل وقرر ما يكملش المسابقه، وهو غادي وسط الشارع وكيفكر ومهموم ما عارف ما يدير. شان ديك الساعه كانت تتقلب عليه فين كاين حيت باقي غير نهار واحد على المسابقه، وبالصدفه شافته خدام في واحد الطوموبيل تاع الماكله، وملي مشات لعندو لقاتو معصب من داك البلان. قال ليها بلا ما بقاش باغي يكمل في المسابقه ديالها. قالت ليه بلا باك كان راجل مزيان اصلا ما كانش عارفك بلا باقي عايش، لكن والو ما كانش باغي يدوي معاها ومشات وخلاتو. تما واحد اللحظه تنادم مع يوهان الحال ومشى كيجري لعندها باش يطلب منها السماحه. ملي لحق عليها طلب منها السماحه وقال ليها بلا هو غادي يشارك في المسابقه وتحدى باه اللي خلاه. النهار اللي من بعدو جا الوقت تاع المسابقه وشان تتقدم فيهم. في هذا الوقت هانوي ما كانش عارف بلا يوهان ولده، وشان قالت لهم بلا هذه المسابقه تاع اليوم غتكون فيها روح تاع العائله. هانوي ما فهم والو من هذه الهضره ديالها. بدات المسابقه وكل واحد فيهم مركز في داكشي اللي كيدير، وكنشوفوا هانوي دار 15 اكله مختلفه. ملي سولوا علاش دار هكا قال لهم بلا اليوم عيد الميلاد ديال ولده 18، وبلا مات ملي كانت عنده 3 سنين وكان ديما كيطيب هو وولده في عيد ميلاده. يوهان ملي سمع الهضره تاع باه تفاجئ بداكشي اللي سمعو، وتا الحكام كيتذوقوا الماكله تاعو وهما متاثرين. سالاو من التذوق تاع هانوي، وملي دازوا ليوهان لقاوه مقدم طبق واحد صغير وعادي. ملي سولوه علاش طيب غير هاد الطبق بوحدو قال لهم بلا داروا لباه ماشي ليهم. تعجبوا منه من هضرته كيفاش هانوي باه. هانوي شاف شان وقالت لي غدوق شويه وهو يبان جدو وقال لي غدوق الماكله تاع ولدك، وجا لعندهم وقال لهم سمحوا لي الا فرقتكم على بعضياتكم. وتصدم هانوي ملي ذاق الماكله والقبيله هذيك اخر اكله دارها مع ولده ملي كان معاه اخر مره، وعنق ولده اللي ما شافوش 15 عام هادي والثلج عنقهم بجوج. الناس اللي كانوا مفرجين كلشي بدا كيصفق ليهم وتاثروا بداك المشهد بزاف. ومن بعد واحد المده فتحوا واحد المطعم كبير وكان المدير ديالو هو الشاف يوهان، اصغر شاف في الصين اللي قدر يحقق الحلم ديالو وجمع العائله ديالو مره اخرى. وهنا كيكون سال الفيلم ديالنا. لا عجبك ما تنساش دير واحد لايك كومونتير زوين ودور الانستغرام ديالي الا عندك شي اقتراح. نشوفكم في الفيديو الجاي.